السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. الفترة اللي فاتت نزلت فيديوهين. أول فيديو عن الكسل وإزاي إن أنت تقدر تتخلص من الكسل، وإن شاء الله بإذن الله لو مشيت على الخطوات اللي أنا قلتها في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله هتتخلص من الكسل والتسويف اللي أنت كل شوية بتأجل وتكسل وتركن الحاجة اللي أنت نفسك تعملها. نزلت فيديو تاني عن التركيز. طيب انا دلوقتي حبيت انجز او خلاص بدات اذاكر ما بركزش، ازاي اركز؟ فالفيديو ده هيساعدك جدا جدا في ان انت تركز وانت بتنجز الشغل بتاعك او المهمه بتاعتك، او مثلا لو بتذاكر فهتلاقي فيه ان شاء الله باذن الله كل حاجه. النهارده باذن الله معانا تالت خطوه وتالت حاجه مهمه، ازاي اصلا هبدا ارتب اموري في ان انا اذاكر مثلا او انجز الشغل اللي ورايا. ولكن قبل ما ابدا لايك سبسكرايب، ويا ريت تشارك الفيديو مع زميلك او حد يستفيد منه ان شاء الله باذن الله. ويلا بينا. عملت كده، قمت خلاص عملت جدول. الكلام ده كان من حوالي اسبوع، انا هعمل جدول امشي عليه. خلاص جيت بقى بالليل قبل ما انام اللي هو الحماس الزياده ده، ويلا جيت عامل الجدول بتاعي، جدول المذاكره وللكليه ووقت لتنميه المهارات اللي عندي، وقت للشغل ووقت الكذا، وحددت كل حاجه وظبطت كل حاجه تمام قوي قوي قوي. قعدت امبارح بحاول، خلاص بقى انا عدى اسبوع على الجدول ده، فين الانجازات؟ عارفين صفر. والله صفر انجازات. ليه؟ طب انا حتى باجي في اخر اليوم اشوف الانجازات اللي انا عملتها تقريبا صفر برضه. الجدول مش عارف امشي عليه، الجدول بيتلخبط، يحصل اي حاجه الاقي الجدول اتضرب، بيجي لي اكتئاب، مش قادر اكمل، لا انا همشي على الجدول من بكره، مش عارف ايه، لا الجدول النهارده مش عاجبني انا هغيره، بكره يبقى جدول احسن، وهكذا. دوامه ودايره بنلف فيها مش عارفين نطلع منها. فانت لازم تطلع من الدائره دي الاول. لما تخش دايره الانجاز ودايره الشغل تبدا تمشي على روتين ثابت وعلى جدول ثابت ببساطه كده وبدون تعقيد الامور. دخلت على التو دو ليست، دي اسهل حاجه، بتحط المهام اللي انت عايز تعملها بس، ادي اللي انت بتعمله. انا دلوقتي بشوف اليوم بتاعي ايه اللي مطلوب مني. مطلوب مني مذاكره اول حاجه، تاني حاجه مطلوب مني ان انا مهارات او كورسات ماشي عليها اشتغل فيها ماشي، تالت حاجه لو انا مثلا شايف شغل جانبي او ان انا مثلا بصور فيديوهات على اليوتيوب او اي حاجه بحاول ان انا اسيب وقت لده. فانا خلاص هقسم اليوم بتاعي النهارده واشوف ايه الحاجات اللي انا هكتبها وازاي همشي عليها، وان شاء الله باذن الله في اخر اليوم هقول لكم الانجازات اللي انا عملتها والاستفاده بتاع الطريقه دي او التو دو ليست عملت ايه معايا النهارده، وهنعيش تجربه مع بعض ونشوف ايه اللي حصل. يلا بينا يلا. السلام عليكم. كده خلاص باذن الله دي انا جهزت المهام اللي انا ان شاء الله باذن الله هشتغل عليها النهارده. زي ما انتم شايفين اول حاجه انا عندي باذن الله امتحان يعني في كويز دولي ان شاء الله باذن الله ان انا اقفله يعني في ماده الاورال بيولوجي، فان شاء الله انا هذاكر الشابتر اللي عليه الكويز ده باذن الله النهارده. تمام. تاني حاجه المهارات. يعني ايه تنميه مهارات؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو بطور نفسي في اللغه الانجليزيه وبتعلم حاجه جديده هشتغل عليها فتره من الزمن، ولما يجي وقتها اقول لكم ان شاء الله هنعمل ايه وانا دلوقتي بشتغل على ايه في المهارات. تالت حاجة دي بقى ان شاء الله تصوير فيديو، ودي هيبقى بعض الجزئيات اللي هنتكلم عنها مثلا عن نظام المذاكرة او عن نظام المهارات. ده هيبقى في اخر اليوم ان شاء الله. هصور الجزئيتين دول واظبط الفيديو كده باذن الله وانزل لكم الفلوج كامل ان شاء الله باذن الله. اخر حاجه دي بقى العيوب. يعني ايه العيوب؟ يعني انا النهارده مثلا قصرت في جزء معين. النهارده انا شفت مثلا ان التليفون ذات نفسه بيشغلني فهركنه. النهارده المكان اللي انا بذاكر فيه ده شغلني ساعه او ساعتين ما قدرتش اذاكر، ما قدرتش انجز الحاجات اللي ورايا، فهغير المكان وهكذا. يعني اي عيب او اي خطا هقابله خلال اليوم هحاول ان انا اليوم التاني ان شاء الله باذن الله اتفاداه. ده باذن الله الحاجه اللي احنا هنمشي عليها. فيلا بينا ان شاء الله نذاكر الشابتر ده بنظام. ده احسن نظام طبعا في نظام المذاكره، اللي انا هاخد نص ساعه وخمس دقايق بريك، وهكلمكم عن النظام ده باستفاضه شويه ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص مذاكره. ولكن دلوقتي يلا بينا نذاكر. يلا بينا. معلش بس هتكلم عن، انا دلوقتي الحمد لله خلصت جزء الشابتر اللي انا كنت هذاكره علشان عندي امتحان يقول ان شاء الله باذن الله ان انا اقفله. دلوقتي هنتكلم عن نقطه انا قلت عليها وهي التقنيه دي. انا شفت لها فيديو للباشمهندس احمد ابو زيد. فباختصار شديد الطريقه دي بتعتمد على تركيزك. يعني ان تركيز الانسان بيستمر لمده 25 دقيقه تركيز عالي جدا، قمه التركيز. بعد كده بيبدا التركيز يقل تدريجيا. ففكره التقنيه دي او الطريقه دي ان انت تحاول تستغل ال 25 دقيقه للمذاكره بس. ماشي، طب بعد ال 25 دقيقه ما تخلص اعمل ايه؟ بتاخد 5 دقايق او حد اقصى 10 دقايق بريك ان انت تريح عقلك علشان تبدا تذاكر
فتره تانية بتركيز عالي. ما هو انت بتركيز عالي، مفيش مشتتات، مفيش اي حاجه، فبالتالي الانجاز عالي سواء كان مذاكره او اي حاجه. فانت لما تركز وتبعد عن المشتتات ويبقى التركيز بتاعك عالي جدا وعقلك شغال كويس جدا، هتذاكر في وقت قليل جدا. فدي بالطريقه دي يعني بتعتمد على ان انت تبقى مركز بنسبه 100% في الورقه او في المذاكره او في المهمه اللي انت بتعملها. دي ببساطه التقنيه او نظامها. فده اللي حصل، ان انا بدات اقسم الفترات بتاعتي 25 دقيقه 5 دقائق، 25 دقيقه 5 دقائق. ممكن الخمس دقائق دول مش شرط ان انت مثلا تطلع تبص على حد او تمسك التليفون، وانا بنصحك ما تمسكش التليفون. الخمس دقائق دول ممكن تقرا فيهم قران، ودي احسن حاجه. يعني انا اتذكر ان انا شفت بوست لحد كده كان كاتبه على الفيسبوك، بيقول ان هو ختم القران من المذاكره. كان بين المذاكره وبين جلسات المذاكره بيبدا يقرا قران، ايات بسيطه بايات بسيطه، مع كثره المذاكره ومع طول فتره المذاكره وطول فتره التعليم قدر يختم القران علشان بيذاكر بس. يعني هو مش مفرغ وقت للقران خصوصا، لا هو بيذاكر مثلا في 5 دقائق بريك و10 دقائق بيبدا يقرا فيهم قران ويحفظ فيهم، فانت بتاخد حسنات وربنا يبارك لك في الوقت. فدي احسن فكره. ممكن غير كده مثلا تقعد تعمل لك كوبايه قهوه زي ما قلت قبل كده، ان انت مثلا تاكل حاجه بسيطه، ان انت مثلا يعني لو انت مثلا بتذاكر في دور تاني او دور تالت تطلع في البلكونه شويه او تنزل تمشي في الشارع شويه وترجع تاني بس. انما التليفون دلوقتي هتمسك الفيس تقعد تسكرول تعدي ساعتين ثلاثه وضيعت اليوم. وللاسف انا ضيعت ايام كتير كده بلاش تلجأ ان انت تمسك التليفون بين فترات المذاكره، يا ريت يا ريت يعني. فدي كان باختصار بسيط الطريقه اللي انا قلت عليها في المذاكره. فيلا بينا نخش على الجزء الثاني وهو المهارات. يلا بينا يلا. نيجي بقى لتاني حاجة معانا وهي المهارات، تنمية المهارات. يعني أنا بعمل إيه في تنمية المهارات؟ الحاجة اللي أنا بحب أعملها هي إن أنا عايز دلوقتي أتعلم إزاي أكتب بسرعة على الكيبورد، تمام؟ فبتعلمها تمام في موقع، ده اسم الموقع بالظبط اللي أنا بتعلم عليه، وده بالعربي تمام. دي نقطة. في نقطة تانية بس عشان محدش يعني يتكلم عليها أو يسيرش كوك، وده مش لاب تمام. ده أنا جبت التابلت اللي هو بتاع اللي أنا كنت مستلمه في ثانوية عامة تمام، وجبت له وصلة أوتو جي، وصلته بكيبورد واشتغلت عليه. أي حاجة بحب أعملها بعملها بالطريقة دي. مش متوفر لاب لحد ما يتوفر تمام. تمام يعني بتصرف اتعلم المهاره وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل. فانا بتعلم على الموقع ده، ووصلت برضو العدد من الكلمات لا باس به. العدد ده هو 15 او 16 كلمه في الدقيقه. فان شاء الله باذن الله لما يعني اعلي الريتم شويه او يعني اوصل لعدد كلمات 40 50 كده ان شاء الله، هو اقل من اسبوع انزل لكم التجربه كامله وازاي تتعلموا الكتابه السريعه. وخلاص الحمد لله كده بقى ايه يعني خلصت. حتى دول دي كانت كده كاستات كنت بشتغل فيها في العملي تمام. ويلا بقى قبل ما نشتغل لكم في اسنانكم كده. فدي كانت الحاجات اللي انا كنت شغال عليها. وحقيقي النهارده يعني بصراحه اول مره احس ان انا ايه انجزت حاجه. يعني انجزت اول مره تحس ان انت اليوم مضحش على الفاضي. ودي من الحاجات اللي بتقابلنا دلوقتي. تلاقي واحد يقول لك ايه، انا الايام دلوقتي ما فيهاش بركه، انا اليوم بيعدي بسرعه. ما هو اليوم بيعدي بسرعه لان انت مش حاسس انت بتعمل ايه في اليوم اصلا. اليوم بيخلص بسرعه من غير ما انت تعمل اي حاجه اصلا. فبالتالي انت بتحس ان اليوم طار. فبصراحه كانت تجربه جميله ان انا اعمل تو دو ليست. ان شاء الله باذن الله استمر عليها يعني على طول على قد ما اقدر، يعني على قد ما ربنا يقدرني. وهحاول بقى ايه ادخل في روتين جديد اللي هو ان انا اصحى يعني الفجر واحاول امشي على الروتين ده باذن الله. وبرضه هنزل لكم تجربتي وهنزل لكم اليوم بيمشي ازاي برضه لو انت صحيت الفجر. فخلاص كانت تجربه جميله وحقيقي يعني انا هكررها دايما لان انا اول مره زي ما قلت احس بالانجاز كده وان انا عملت حاجه مفيده يعني. فاليوم ما عداش كده هوا. فشكرا ليكم يعني واتمنى ان انتوا تستفيدوا. وبجد بجد بنصحكم من كل قلبي ان انتوا تمشوا على تو دو ليست. سيبك بقى من الجداول، كنسل بقى كل اللي انت عمال تعمله ده والحاجات اللي انت عمال تضيع فيها وقت، دي اللي انت بتقعد تخطط فيها اصلا ساعات وايام من غير ايه ما تعمل فيها اي حاجه. وبتقعد تخطط بقى وبعد التخطيط ده ما بتلاقيك ولا عملت اي حاجه اصلا. فسيبك بقى من الحوارات دي وابدأ بقى خلاص خد الخطوة. انت هتذاكر مثلا النهاردة حاجة حددها بس مش هعمل حاجة تاني. وشوف فيديو التركيز ازاي تركز. شوف فيديو لو انت بتكسل ازاي تعدل النقطة دي. وان شاء الله بإذن الله هتنجز كل اللي وراك. اشوفكم في تجربة جديدة ان شاء الله. لايك سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.